اعتبروا اللي هقوله دلوقتي ده مجرد نظرية أو اجتهاد، ولكن لو طلع صح احنا ممكن نتنقل في حتة تانية خالص، ولو طلع غلط اعتبروها مجرد نظرية. بناء عن قانون التطابق في الكون، وهو ضمن قوانين كونية كتير تانية، والقوانين دي موجودة في الألواح الزمردية لتحوت في الحضارة المصرية، واللي موجودة برضو في علم الكيمياء اللي برع فيه العرب المسلمون ابن خلدون والرازي، واللي كانت بدايته من عند القدماء المصريين، ويعتبر العلم الروحي لجميع العلوم اللي موجودة لحد النهاردة، واللي أنا استخدمته في النظرية اللي هقولها لكم دي. علم الكيمياء من العلوم اللي طالع عليها أكاذيب كتير، ولكن علشان أتأكد هل الأكاذيب دي صحيحة ولا لأ بحثت بنفسي، وركزوا معايا كويس قوي. قانون التطابق في الكون ده بيقول ايه؟ بيقول ان كما في الداخل، يعني زي ما في موجود جوانا حاجات موجودة في الخارج، موجودة برنا وحوالينا، وكما موجود في الأعلى، يعني زي ما موجود فوق في السماء كما يوجد في الأسفل، وزي ما موجود فوق في جسمنا موجود زيه في الجزء التحت من جسمنا. هديكم مثال على قانون التطابق جوه جسم الإنسان. يعني مثلا مفتاح عنخ بيرمز للجهاز التناسلي في جسم المرأة، البويضتين، وفي النص بوابة الحياة اللي بيخرج منها الجنين، والجزء ده في أسفل جسم الإنسان. لو هنيجي بقى للأعلى والرأس هنلاقي هنا الشمس والقمر فصين الدماغ اليمين واليسار، وفي النص بوابة الحياة اللي بالنسبة للوعي اللي هي الغدة الصنوبرية والعين التالتة عين البصيرة. يعني كده هنلاقي إن مفتاح عنخ اتكلم عن حاجتين مادية وروحية في نفس الرمز. إزاي؟ يعني مثلا على حسب قانون التطابق في الحضارة المصرية والسومرية، الحضارتين اتكلموا عن نفس الحاجة ولكن برموز مختلفة. يعني مثلا الشمس في الحضارة المصرية هي رع، والقمر في الحضارة المصرية هو خنشو أو خنسو، أو كما يسمى زورا بالنسبة لي إله القمر. هما ما كانوش آلهة، هما كانوا رمزيات. الغدة الصنوبرية كان بيرمز ليها للعين التالتة، وهنا في الحضارة المصرية كان بيرمز ليها بحورس أو عين حورس. وقرص الشمس في الحضارة المصرية ونفسه في الحضارة السومرية بيرمز ليهم بشكر التاج اللي في الحضارة الهندية. الله، ده كلهم بيتكلموا عن نفس الحاجة ولكن برموز مختلفة. الشمس والقمر هما فصين الدماغ الأيمن والأيسر، والعين التالتة اللي هي الغدة الصنوبرية في جسمنا بتمثل نجم الشمال بولاريس، والنجم ده هو النجم الوحيد اللي ثابت مكانه على الأرض وموجود في القطب الشمالي، وفي الخرائط القديمة كان هو قلب الأرض. حتى جسم الإنسان، العقل هنا بيمثل الآدمية والإنسانية، وكل ما ننزل تحت كل ما نوصل للمناطق اللي فيها الشهوة. كذلك الأرض هي القلب، كل ما نعلى لفوق كل ما نرتقي، كل ما ننزل تحت كل ما هنتدنى في المستوى. حتى التعبان كنت بفتكره دايما في الحضارات ان هو شيطان، لكن لما دورت بعمق وبعقل اكتر لقيت ان التعبان بيرمز للتردد داخل جسم الانسان، الترددات والاهتزازات، الطاقة. والتعبان الضخم الاسطوري في الحضارة المصرية بالنسبة لي اكتشفت ان هو تردد الارض، ورمزوا ليه بالتعبان علشان شبه شكل الترددات. وزي ما في ترددات في الارض في ترددات جوه جسم الإنسان، واتكلمت عنها حضارة سومر. هنلاقي هنا بيرمزوا للإنسان بالشجرة، والوردة هنا بشكر التاج. الحضارة الهندية هي شجرة التاج، شكر التاج في الحضارة المصرية. وبالمناسبة شكر التاج دي اللي مسؤولة عن فتح الوعي واستقبال الإرشاد الإلهي. وهنا التعبان اللي موجود حول العواميد هو بيرمز للتردد والاهتزاز بتاع الإنسان أو الأرض على حسب ذكره في المخطوطة. وعلم الكيمياء ده بالمناسبة اللي نزل به الأنبياء زي سيدنا إدريس وسيدنا سليمان وسيدنا عيسى وغيرهم من الأنبياء، وهو ده العلم اللي المنظمات المظلمة سرقوه وأخدوه ليهم واستخدموه بشكل شيطاني وسيطروا علينا بيه. واللي هيجي يقول إن الكيمياء علم شيطاني هقوله حاجة واحدة بس: ربنا نزل الروح اللي هي العلم والوعي والمعرفة فقط على الإنسان، إنما الشيطان ربنا ما ادالوش أي حاجة. فكل اللي حيلة الشيطان حاجة واحدة، إن هو يضلنا. وهقولكوا يضلنا إزاي. الحضارات اتكلمت باللغة اللي الناس كلها تفهمها، وهي لغة الكون ولغة الطبيعة، علشان عارفين أو كانوا مفكرين إن إحنا هنكون عارفين قوانين الكون والتطابق وهنعرف نفهم.
فمفروض ان لغة الطبيعة والتطابق يخلي اي انسان باي لغة يفهم اللي مكتوب. فركزوا معايا. يعني عندنا هنا بالنسبة لقلبنا بيمثل في الارض القلب، وعين البصيرة بتمثل النجم بولاريس، وبالنسبة لقلب مصرنا الحبيبة الأهرامات، والوعي بتاعها أو مركز الاتصال بتاعها بيمثل النجوم اللي هما بيقعوا تحتها. وأسرار فك الرموز دي كانت موجودة في اللوح والرسومات الخيميائية. في الرسومات دي كانوا بيرمزوا للشجرة بجسم الإنسان، وبنجم القطب الشمالي بالعين البصيرة، والشمس والقمر فصين الدماغ، وأفعل كونداليني بالتردد والاهتزازات بتاعة الإنسان. حتى الصيدليات بتاخد الشعار ده ليها كرمز للشفاء. ولكن الشيطان مسكتش ونزع الروح من الأرض ومن الإنسان. إزاي؟ عناصر الأرض في الكون هي أصلا 5 مش 4، والعنصر الخامس هو الأثير، ولكن لم يعترفوا بيه وأخفوه وقالوا لك مش موجود، مع إن نيكولا تسلا أول من اعترفوا بيه، وكان قال أهمته في نقل الكهرباء المجانية وحاجات تانية كتير. حتى في فك رموز الحضارات لغوا الجانب الروحي والعلوم الروحية اللي بتفسر حياتنا، واللي من خلالها القدماء كلهم وصلوا لكل العلوم وكل التطور اللي كانوا فيه، بسبب ان كان زمان متوصلين بروحهم ومتوصلين بوعيهم، وفسروا الحضارات على انهم كلهم حضارات وثنية وعندهم تعدد آلهة وعبدة للشياطين، مع ان اساسا الرموز دي كلها رموز بتفك الشفرات وعلوم كتير مهمة. ولما فسروها بتعدد آلهة تم الفهم الخاطئ وتم الاعتقاد الخاطئ، وابني على كده بقى كل حاجة خاطئة في الدنيا. واللي عايز يرجع ويفهم الأصل كان فين يقولوا ده ساحر وبيدعو للشرك والشيطانية والوثنية وغيره إلخ. كل الحضارات اتكلمت عن نفس العلوم بنفس الرموز، وكل الحضارات السومرية، الهندية، حتى المصرية، كلهم قالوا لنا الطريقة اللي احنا نرتقي بيها بجسمنا وروحنا ووعينا علشان نبقى متقدمة. ولكن الشيطان لوسيفر حامل الضوء كان ليه رأي تاني. مسك ضوء البصيرة كناية ان هو الأحق بيها من البشر، ولف نفسه باللون الأحمر كناية عن أدنى مستوى للطاقة، مستوى الشهوات والتعلق بالجنس والأكل، وخلانا غير مؤمنين بالقوى الروحية اللي جوانا، ونسينا اننا معمرة. حتى اللي بيوصل للعلم عارفين بيضلهم ازاي؟ بيوصل لهم فكرة ان هم اصبحوا قمة الوعي والعلم، وانهم كده اصبحوا استغفر الله العظيم آلهة، ويوصلهم لدرجة الاعتقاد ان المصحف والكتب السماوية دي مجرد كتب من صناعة البشر، فيبعدوا عن طريق الله ويسلموا نفسهم للشيطان، مع ان العلم والقوة دي اساسا لربنا. اقول لكم على الكبيرة، وانا بحضر الفيديو بقى جه في دماغي آية وحسيت ان ليها معنى تاني روحي لمسني، انا هشاركه معاكم، وطبعا برضو ده اجتهاد مني ممكن اصيب واخطئ فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. زي ما قلنا القمر فصين الدماغ الايمن والايسر، والايمن ده هو المسؤول عن العاطفة والمتصل بالقلب. فاقتربت الساعة وانشق القمر يعني بعد الاحساس والعاطفة عن جسم الانسان. وتيجي الايات بعدها تقول فيما معناه ان الناس لما يجوا يشوفوا آية من ربنا يقولوا ده سحر ويكذبوا بيها وهيتبعوا اهوائهم. وفي سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، بعدين إيه؟ علموا البيان. وهنيجي هنا الشمس والقمر بحسبان، فصين الدماغ، النجم والشجر يسجدان. واحنا قلنا ان النجم والشجر في الرموز الخيميائية بترمز ان الشجر هو جسم الإنسان المادي، وان النجمة هي الوعي والروح. سبحان الله، في الآية الكريمة ربنا ذكر برضو النجم والشجر، بس ذكر بعدهم إيه؟ يسجدان، يعني روحنا وجسمنا بتخضع لقوة أعلى وهي قوة الله عز وجل. كذلك اللي لفتني ربنا ذكر التطور في الوعي، لكن الشيطان هو اللي بيضللنا عن الوعي والعلم، حتى لما بنوصله بيضللنا فيه برضو. بعد كده الآية اللي بعدها والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. واحنا قلنا السماء هي بتمثل النصف الأعلى والأرقى من جسم الإنسان اللي بيتصل بيه بأدميته، مش النص الأسفل اللي هو بيمثل الأرض والجزء الحيواني إلى آخر الآية. وطبعا ده اجتهاد مني أصيب فيه أو أخطئ، ولكن أنا بحاول أوصل زيكم. يعني سبحان الله، كمان هنا في القرآن الكريم والأديان السماوية هنلاقي إن ربنا كلمنا باللغة اللي تفهمها جميع اللغات وجميع الأجناس. ولو هنيجي نبص للحضارات هنلاقي إن اللغة واحدة، يعني معنى كده إن الدين واحد. الدين واحد نزل مع سيدنا آدم، وكان فيه كل العلوم الروحية وكل العلوم المادية اللي القدماء كلهم وصلوا لها وعرفوها
من خلال التفكر في النفس وطبقوها على عالم المادة. يعني العلوم دي كلها اللي حوالينا أصلها من جوانا. وأنا واثقة إنكم لما تدوروا في الآيات هتكتشفوا معجزات وهتبان الحقيقة، حقيقة التاريخ وحقيقة الإنسان. فاللي أنا اتأكدت منه وعرفته إن مفيش حاجة اسمها علم شيطاني. العلوم كلها ربنا نزلها مع الأنبياء. الشيطان ملوش علم، ملوش قوة، ملوش غير إنه يضللنا ويخوفنا وبس. يعني حتى الناس اللي خايفة ومش عايزة تتعلق بالشهوات وفي نفس الوقت خايفين يدوروا ويعرفوا حقيقة الوصول لروحهم، ظنا منهم ان هم يفتحوا جسمهم للشيطان عشان الشيطان خدعهم وضل غيرهم قبلهم، فأصبحوا في سجن وهم مش حاسين. فمنهم اللي ساجن نفسه في سجن الخوف، ومنهم اللي كره الحق وكره الدين وتغير أكيد للأسوأ. فعلى حسب تفسيري الحضارات لم تكن مشركة أو متعددة الآلهة، بس كلهم كانوا متصلين بوعيهم، كلهم كانوا لمض منورة، علشان كده كانت حضارتهم متطورة. بعكس دلوقتي كلنا اللمض بتاعتنا اتطفت، فصلوا الفيشة. فكل اللي احنا محتاجينه دلوقتي نرجع ننور تاني، ولكن واحنا ماسكين كتاب ربنا. إذا ثبتت صحة نظريتي فأتمنى إن احنا نرجع نعيد النظر تاني في علوم الكيمياء وغيرها. فده حل من عندي. حسن رأيكم، أشوفكم على خير. سلام.